يا مساء الفل والياسمين، يا مساء السكر، يا مساء الحلويات. رمضان جاي علينا كده بالخير وبالبركات، وكل سنة وانتم طيبين. ونبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض كده فيديو جديد، وهنعمل جلاش عشان تعتمدوه إن شاء الله كده في رمضان بإذن الله، وتعملوه هتبقى وصفة حلوة جدًا ومش مكلفة. إن شاء الله هنبتدي الفيديو مع بعض، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو عجبتكم بقى صاحبة القناة. دلوقتي أول حاجة خالص هنعمل الحشوة. إحنا الجلاش اللي معانا هيبقى جلاش محشي كاستر. دلوقتي معايا كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم يعني 4 معالق من السكر، تمام، وحطيت عليهم 3 معالق 4 معالق من بودرة الكاستر الجاهز، تمام، وهاقلبهم زي ما انتم شايفين كده بالضبط. السكر على حسب الرغبة، لو انتِ عايزة تزودي السكر شوية زودي، بس أنا ما زودتوش عشان لسه الجلاش هيشرب شربات. فأنا حطيت كوبايتين السكر وعليهم 4 معالق من بودرة الكاستر الجاهز، وعليهم حوالي 3 معالق من السكر، وقلبتهم لحد أمّا خد القوام الجامد اللي أنتم شايفينه ده، وباستمر في التقليب لحد أمّا يدّيني القوام المناسب، وبيبقى قوامه كريمي وتحفة جدًا زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. بافضّيه بقى في علبة كده وباغطّيه بكيس كده عشان بس ما يعملش قشرة فوق، ما يعملش قشرة كده من الهوا. باغطّيه وباسيبه باركنه على جنب يبرد. وبعد كده بارتّب حاجتي كده يا جماعة عشان ما ياخدش وقت معايا. طبعًا الرُّوبان كالعادة قاعدة على الرُّخامة، تمام. أحُط معايا كوبايتين من السكر، وأحُط عليهم كوبايتين من المَيّة، وأول ما يبتدي يغلي الشربات هاضيف عليهم عصرة نُص ليمونة كده، و10 دقيقتين كده بعد ما نعصر الليمون وهنطفي عليه على طول، تمام. الشربات بتاع الجلاش ما بيبقاش يعني ولا تقيل أوي ولا خفيف أوي، الوسط يعني. بعد كده بافرد طبقة من الجلاش، وبابتدي وجبت طبعًا الكاستر بودرة الكاستر معايا، وحطيتها في كيس كده من بتاع التلاجة يعني اللي إحنا بنخزّن فيه. لو عندِك أكياس من اللي هي بتاع الكريمة بتاع الحلواني هتحطي فيها عادي. هتحطي فيها وتحطي زي ما أنا باعمل كده. هتفردي ورقة الجلاش، ورقتين من الجلاش عشان تبقى متماسكة شوية، مش ورقة واحدة. هتفردي ورقتين من الجلاش وتدهنيهم بالسمنة من جوّه، بعد كده تبتدي تحطي الحشوة زي ما إحنا حاطين كده بالضبط، باستخدام كيس هيكون أسهل معاكِ يعني، وتبتدي تلفّيها رول وتخلّيها متساوية كده، وما تحاوليش تطلّعي مثلًا الحشوة لحد الأطراف من هنا ومن هنا، تمام. زي ما أنتم شايفين كده باجيب الورقة وباتنيها نُصّين، باحط الحشوة كده وما باطلّعهاش للآخر من الأجناب عشان ما تطلعش برّه وتتحرق، وابتدي ألِف رول زي ما أنتم شايفين كده. لو أنتِ حاسة إن هي هتبقى تخينة شوية ممكن تخلّيها ورقة واحدة وتتني الورقة نُصّين، وتبتدي تدهنيها سمنة من جوّه، وبعدين تحطي الحشوة. وبعد كده بعد ما خلّصت وتلفّيها بقى أنتِ رول، وبعدين تحطّيها في الصينية. الصينية بتاعتنا يا جماعة ما ننساش مدهونة مادة دهنية مدهونة بالسمنة. وأنا ليه ما حطيتش على ما زوّدتش السمنة جوّه الجلاش، لإن أنا باحب أحط يعني أسخّن السمنة كويس، وبعدين أحطها فوق الجلاش بعد ما أي شكل بقى لحد ما أخلّص الشكل اللي أنا عايزاه وأرصه في الصينية. بابتدي بقى أحط السمنة على الوش زي ما هتشوفوا دلوقتي، عشان كده ما كتّرت السمنة جوّه، أنا يا دوبك ادّيت لها دهنة خفيفة كده من جوّه مع الحشوة يعني ولفّيتها. ودلوقتي طبعًا بابتدي أقطّعه كده يعني صوابع كده متساوية زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. باحاول أخلّي القطعة قد التانية، أو صباع الجلاش قد التاني. طبعًا مش بالمسطرة يعني، بس إلى حدٍ ما الأشكال بتبقى متساوية. وطبعًا زي ما قُلت لكم دلوقتي أنا جِبت نُص كوباية من السمنة البلدي، وكانت عندي سمنة متسيّحة يعني،
وحطيتها كده على وش الجلاش. ممكن بُصّوا الدنيا غالية، سمنة روابي بقى، سمنة كريستال، أي سمنة هتشتغل عادي، تمام. وسقيت كده الجلاش بالسمنة زي ما أنتم شايفين كده، وهاستنى عليه دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس، يشرب السمنة كده وألفه كده شمال ويمين عشان السمنة تتوزع في كل الأطراف. بعد كده أدخّله الفرن، طبعًا باحطه على في الفرن بتاعي ما فيهوش درجة معيارية، بس يعني درجة لو عندِك درجات يبقى إيه 180 درجة. وبيطلع طبعًا الشربات كان معايا بارد والجلاش سخن. سِبته بس يهدى سِنّة كده، وبعدين حطيت عليه الشربات زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. الكمية مناسبة جدًا، كمية الشربات مناسبة أو السيرب مناسبة النُص ده طبعًا. أنا نسيت أقول لكم إن دي لفة جلاش واحدة، لفة واحدة نُص كيلو. نُص كيلو كامل، يعني مش لفة اللي هي 300 جرام و200 جرام أو 400 جرام، دي نُص كيلو جلاش جايباه من السوق، اللي هو الراجل اللي هو بيبيعه فرط ده، ماشي، عشان نبقى واضحين، ده نُص كيلو كامل، تمام. عشان كده خَد كوبايتين سكر وعليهم إيه، كوبايتين من المَيّة. بعد كده عفوًا، إحنا بس عشان أنا باسجّل الصبح وعريق وكده، فتلاقوا الدنيا بايظة يعني. طبعًا مشيت على نفس التقطيع اللي أنا مقطّعاه كده عشان أعرف أطلّع بقى إيه، أطلّع لكم قطع الجلاش. الصراحة واو! يعني بُصّوا طعمه ولا أجمل من كده وما خدش وقت خالص، خالص. كل الحكاية عبارة عن شوية بودرة كاستر. لو ما عندكيش بودرة كاستر تقدري تحشيه تعملي شوية مهلبية كده، تمام، أو قشطة كدّابة. بس ما تزوّديش فيها السُكّر أو تعمليها من غير سُكّر خالص. و تعملي أنا باحاول أورّيكم أسمّعكم صوت القرمشة بس. هو مقرمش من فوق ومن جوّه juicy جدًا وجميل جدًا. الحشوة طعمها لذيذ جدًا، تقدري تعمليه بكاستر بقى، تعمليه بمهلبية، تعمليه بقشطة كدّابة، تعمليه بمكسّرات. المكسّرات ما أكتر منها في رمضان، أي نعم هي غالية شوية، فاعتمدوا أي حاجة، أي حاجة ممكن تعملوا بيها وصفة الجلاش. تمام، شايفين اللون بتاعه ممتاز. ليه بقى؟ إحنا زوّدنا السمنة شوية في الآخر. إحنا عايزة أقول لكم إن الحلويات الشرقية بتحب السمنة يا جماعة. زوّدتِ السمنة شوية تاخدي نتيجة محترمة ولون محترم، من ورا أهو، من تحت ومن فوق. زوّدي السمنة شوية بتاعة الحلويات الشرقية تاخدي نتيجة محترمة، تمام. وبعد كده وبعد ما سويتيه لقيتِ إن هو في سمنة في الصينية، عادي ممكن تصفّي السمنة قبل ما تحطّي له الشربات. يعني لو إحنا لقينا مثلًا زوّدنا كمية السمنة عشان ياخد لون محترم وشكل محترم ويقرمش كده من فوق، أنتِ هتعملي إيه بقى، بعد ما يطلع من الفرن هيبقى منزّل السمنة بتاعته، تصفّي السمنة من الصينية وتركنيها كده على جنب، وبعدين تبتدي تحطّي الشربات. أنا أهو جِبت بقى طبق وابتديت أرُص فيه كده عشان إيه، نقدّمه. طبعًا أنتِ اختياري بقى أي شكل بقى ممكن ترصيه زي ما أنا بارُصّه كده. وعندِك بقى شوية فستق ممكن تحطّي عليه، عندِك شوية مكسّرات ممكن تحطّي عليه. هو بيليق جدًا مع الفستق عشان بيبقى لونه أخضر وكده بعد ما بيتفرم. بس الصراحة أنا ما عنديش، فإحنا هنكتفي بيها كده والحمد لله، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. كان طعمه لذيذ جدًا. ألف هنا وشفا للي أكل. ويا رب الفيديو يعجبكم وينول رضاكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، وإن شاء الله القناة بتاعتي والعيلة بتاعتي تكبر بيكم. وإن شاء الله كده أشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، ويعودها علينا يا رب الأيام بخير، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الوصفة حلوة جدًا، جدًا، يا رب تعجبكم. وأسيبكم بقى مع الشوية الباقيين كده إيه، تستمتعوا بقى الصراحة هو شكله مغري جدًا وخلص على طول يعني وما خدش وقت. أنا من النوع اللي بيحبوا الجلاش جدًا، فاهمين؟ يعني باحب يعني ليه معزة خاصة عندي الجلاش، بأشكاله وأنواعه وبُص كل حاجة، محشي بقى مكسرات، محشي كاستر، محشي قشطة كدابة، مش عارفة سادة، المهم
في أنا باحب الجلاش الصراحة، باحبه عن الكنافة وباحبه عن البسبوسة وعن أي حاجة، عشان كده باحب أعمله وأتفنن فيه. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش باللايك واشتراك في القناة، و أشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.